أول شيء أنت يا ماروكي حرر نفسك من الركوع والسجود وعاش الملك، ولك عيش أنت، كل أنت، اشرب أول شيء، بعدين قول عاش الملك، بعدين احكي، وبعدين إحنا يبدأ تحريرنا من ماروكو عشان ما تطعنونا بالظهر، نقضي عليكم في ماروكو، بعدين إخواننا بيفضوا بتسلحوا وبينزلوا لنا. لما بده ينزل الجزائري ما بيستناك تيجي تعطيه رأيه، بيعرف حاله تحت مين. كفاية أكبر خطط عسكرية كانت تضغط للفلسطينيين الجزائري. يا أخي خليك عندك شرف زي الجزائري يا رجل، خلاص فقعت معانا ظلت تحكي الجزائري خط أحمر عندنا. يا رجل أنت بتحكي لي الجزائري، يا ريت في فيروس رجولي يكون في الجزائر لعل وعسى يطلع منكم رجل حكيم، لعل هالفيروس ينقل على الماروكو ويطلع فيكم رجل. هل أنا بلا كذب؟ يا رجل اليهودي اكثر ناس جبناء لدرجه انهم صار في عندهم شجاعه يغتصبوا بناتكم بالسفاره. مهزله يا رجل، اثبت لي البوذ والهندوس ما رضي على نفسهم حدا يغتصب بناتهم. يا رجل وين الرجوله اللي عندكم؟ ما في رجوله، ما في رجوله. بعدين تعال احكي لك كلمه، احنا كفلسطينيين وبعدك ادله واللي بدك اياه يا اللي بتحكي لي مرتزقه، والله اذا كنت بدافع عن اهل الجزائر مرتزقه فخر لي، احلى فخر اكون مرتزقه. أول شيء إذا كنت بدافع عن أهل الجزائر هذا الشرف لي الحمد لله رب العالمين. له سوريا عملوا لها حرب، له مصر في السيسي بلحها، له الأردن في العميل تبعها، له الجميع ما ظلت إلا الجزائر. فهم الآن حابين يتغدوا في الجزائر قبل ما الجزائر تتعشى فيه، ففشرت عينهم. هذول أولاد جبل، حكاها ناصر لحام، هذول أولاد خبرة. فرق بين تقاتل. أعطيك دليل كلمة واحدة، الآن الخطر اللي استنتجته الصهاينة من الجزائر متى؟ في آخر حرب عربية مشتركة بأيام هواربي ومدين. أرسل هواربي ومدين 4 فرق عسكرية، من بينها فتح حساب حكى للسادات إيش ناقصك من الأسلحة؟ حكى له ناقصنا دبابات وأسلحة. راح من تعب الجزائريين واملاك الجزائريين واشترى ايش اخوي؟ اشترى دبابات في روسيا وفتح حسابه. قبل ما يطلع من روسيا كانت واصله الاسلحه كلها. المصريين ايش عملوا؟ في عرب غداره عشان تتدارك وحده قفعادي، اقوى وحده صهيونيه على وجه الارض، اقوى وحده صهيونيه، رموها وزجوها مع الجزائر. الجزائر ما كانت مسلحه، كانوا يفكروا انه بني اسرائيل يحكوا لك انه هذول عندهم خرده، ما خرده. اكبر نسبه فطايس من بني اسرائيل طلعت من تحت يد الجزائريين. انرعبوا رعب ما كان فيه ضر، سبحان الله، من حفره الاخيه وقع فيها. المصريين ما بدهم يواجهوا وحده قبعادي اكبر لواء، راموا شافوا حماس الجزائريين، حكى لك خلاص يا عم خلينا نخلص بنفس الوقت ما يكونش علينا ضربة لازم. رموا مين؟ رموا أهل الجزائر، تمام، وحطوهم وين؟ حطوهم واجهوا بوجه المدفع، حطوا سحقتهم سحق مش طبيعي. في كتاب اسمه اللمسة الأخيرة لأرييل شارون. أرييل شارون هذا كتبه من مذكراته اسمه اللمسة الأخيرة، وكانت بالعبري وحولوها فلسطينيين بالعربي. اكتب شوف الصفحة 135 بعطيك بالأدلة. شوف كيف الرعب شارون كان، رعب شارون كان من الجزائر. في الصفحة الأخيرة الموجودة كان في موجود كتاب. سألوا أحد الصحفيين أنت ليش ما اقتحمت الأقصى كامل ورجعت بعام 2000؟ حكى لو فتت المسجد الأقصى والله أحكي لك إياها وبجيب لك إياها بالأدلة. حكى لو فتت المسجد الأقصى ودنسته في هذاك الوقت وما انسحبتش من غزة عام 2006، حكى كمان نفس الشيء، لرأيت الجزائر كلها موجودة عندنا وخربوها عليها واطيها. هوارب مدين السم اللي هو انحط لياسر عرفات. إذا اليد واحدة، لانه صهيوني. مين بيزعل عليه؟ صهيوني. احنا بنزعل على صهيوني؟ احنا زعلانين على اخواننا المغربيين الشرفاء لو كان 10% معانا. بس في حقائق بدي اوضح لك اياها اغلبها قبل ما انزل. اسمعني بس، لاني انا بدي انزل عند شغلي رح يطلبوني خلص فتره بريك، بس بدي اعطيك حقائق جميله. اول شيء احنا اذا كان اهلنا بالجزائر رجال ما بيحبوا يبينوا ايش ساعدوا اخواننا الفلسطينيين، ولا يروحوا للمروك يحكوا له تفضل شوف حابين بعد اذنك نروح نساعد اخواننا الفلسطينيين، هذا مو ذنبنا. اذا اخواننا الجزائريين الرجال مو ذنبنا يطلبوا اذنك انه نروح نساعد اخواننا. اول شيء بتحكي لي الادله، وما الادله يا ماروكي يلي انت خليت المصري والسوري والاردني اللي طبعوا يضحكوا عليك. اول شعب
عربي بيحكي عن حاله عربي، هو المراكي اللي طبع. شوف تفضل عنا، تعال تفضل تحكي لي انه طبعنا ما طبعنا. احنا اول شيء حكومتنا في غزه كفلسطينيين، مصر حكومة تنطبع، الأردن حكومة تنطبع. ما بنعذر إخواننا المصريين لأنهم في فترة حكم جبري. أول مرة بنلاقي شعب بركض قبل الحكومة. بتحداك إذا طلعوا على الملك تبعهم الماروكيين رح يطلعوا عليه، إذا كان رجع عن التطبيع يحكي انسحبوا من فلسطين رح يحكوا لا، هيك رح يكونوا شجعان وأبطال. الأخوان وصلت كيف أخوي المعلومة؟ فهمني الموضوع أكبر من هيك. الموضوع إحنا عندنا إعلام اسمه إعلام موحد عبري موجود على أرض الواقع. أول شيء أعطيك معلومة بالنسبة اللي بحكي لك الجزائر. بتحدى دولة عربية، دولة حكومة وشعبا تثبت غير الجزائر دعمتنا بالسلاح. أعطيك إياها. أول شيء أنا من الناس، أختي ساكنة في غزة وحكت لنا عن 3 بعثات طبية كانت بالعام 2014. أقوى حرب نزلت على غزة 4000 شهيد في شهر. تخيل، كان هنالك 4 بعثات طبية إماراتية ومصرية وماروكية وجزائرية. حلو. الوحدات ال3 موجودات في الخيم وموجودات في ما يسترجوا إلا يستقبلوا الشهداء ويسعفوهم ويستقبلوا الجرحى. الوحدة الوحيدة على الله ما أقول شهيد يحاسبنا الله، أختي حكت لي كلمة، الجزائريين يفوتوا بسيارات الغزازوة ويسحبوا من بين الجرحى ويطلعوا مع الفلسطينيين. تخيل بدك يانا ما نحب الجزائر، ويجيبوا وهم زيهم الطبي موجود يشيلوا مع الجرحى مع اخوانهم. هاي الخوه اللي بدك ايانا ما نعشق الجزائر. الله يسعد الجزائر واهل الجزائر. وبعدين تحكي لي انه كلكم بتفكرون جوعانين بفلسطين. اي عندنا اكل بنشبعكم فيه، مستعدين نعيش على الزيت والزعتر. الجزائر ما قدمت مساعدات اكل، قدمت لنا بنت مخيم جنين عام 2002 كامل، اعطتنا كل شيء ساعدتنا فيه، بنت مدارس، وقفت معانا. الجزائر وصلت لعند 2011 كان في الحكومه بتدعم بالخدمه الطبيه، تواجهت هي والحركة الإسلامية الجزائرية وكم من شباب من الجزائريين استغلوا حرب ليبيا بعد ما خلصت وسقط القذافي، ذهبت إلى المرتزقة الشادية اللي كانت تقاتل مع القذافي واشترت الأسلحة منهم ونزلوها على السودان، ومن السودان على مصر وفوتوها. كان حكم مرسي ودخلت الأسلحة كلها لا وين دخلتها لاخواننا هنالك. وهذا الدليل كلام بالدليل، فما حد يزاود على الجزائر. ما في بنسمح كفلسطينيين حدا يعمل حاله بطل على اكتافنا، ما بسمح لحدا يعمل حاله بطل على اكتافنا. احنا موجودين بارض الواقع واهل مكه ادرى بشعابها. لا تعمل نفسك على اهل الجزائر بطل، ما لك دخل فيه اني بدافع عن اهل الجزائر. الجزائر فلسطين، فلسطين الجزائر. انت روح استنجد في اسعد الشرعي، مش تحكوا يمني يا جماعه الخير، هذا ما بيمثل اليمن. انتوا ما بتعرفوا حقائق اهل اليمن. رجال وين ما تحط رجال الولد فيهم عمره 15 سنه رجل. بتحداك تطلق اهل اليمن الشرفاء، تخيل تطلقهم على فلسطين، واحد عمره 15 سنه ليحرر لك العرب كلهم، مش يحرر فلسطين، بس هم عارفين مين معانا ومين علينا. فما تطلع بطل على حساب. وبعدين لحظه شوي، وبعدين لجنة القدس يا الكذاب. ليش انا فلسطينيه ورحت على القدس السنه اللي فاتت وكل سنه بنروح القدس، المسجد الاقصى شبابيكه مكسره، بيستنجد حاله بحزن، البلاط مخلع، السجاد محروق، مصاحف موجوده من قديمه من 1998 موجوده، ممنوع تحط قلم بس في مكتبه بالمسجد الاقصى. المقدسيين الموجودين هناك اغنياء فلسطين، اثرياء اذا الان لجنة القدس اللي بتدعيها على حساب الفلسطينيين وينها؟ طلع لي واحد مقدسي بيحكي لك انه اكذب كذبه كذبناها وعارفينها كذبه اللي هي انتوا بتحكوها انه لجنة القدس كذابين. ما دعمتونا الا بشغله واحده وبالادله بنعطيكم، هي المستشفى عام 2014 اللي قدمتوه خيم وكشفتكم دكتوره جزائريه اسمها هدى البنعمه، كشفتكم وهي ومعاها الجنسيه الفرنسيه وشافتكم وانتم بتعطوا معلومات. فكرتوا انه فلسطين ما يفهم لهجتكم، طلعت في جزائريه اخت رجال فهمت عليكم وانتم بتعطوا معلومات، تسحبوها يا امثال من تحت المخدرين وهم ميتين بموتوا. خلينا